لكي أنتهي إلى ما قد بدأت به. أعود فأفرض أن هذا القرآن ألفه بشر، ألفه زيد من الناس، هل يتأتى من هذا الإنسان أن يرسم هذه البيانات كلها في القرآن، أحكام، تشريعات، أخلاقيات، نصائح، قصص نحو ذلك، هل يتأتى له أن يسجل هذا كله متحررا من بيئته التي ينتمي إليها، متحررا من الانحياز إلى القبيلة التي هو واحد منها، متحررا من القوم الذي يعتز به، متحررا من العرقية، من العنصرية، من العصبية؟ وفي أي عصر؟ في الوقت الذي كان الدين الذي يخضع له الرجل العربي هو قبيلة، العشيرة، القوم. ألم يكن الأمر هكذا؟ في هذا العصر نزل القرآن، وبين هذه الأمة نزل القرآن. لو تأملتم لتجيبوني عن هذا السؤال فلسوف يكون الجواب متفقا عليه، ألا وهو أنه يستحيل لبشر من الناس ممن كانوا في عصر الجزيرة العربية أن يقول هذا الكلام مبرأ في كل موضوعاته وفي كل ما يتعلق بصيغة الخطاب فيه من التأثر أو التحيز إلى دوائر البيئة، الجماعة، القوم، العنصرية أو نحو ذلك بشكل من الأشكال. أليس هذا دليلا واضحا صارخا على أن هذا القرآن ليس كلام بشر، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ أخلاقيات القرآن واضحة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. لاحظوا، إنما المؤمنون إخوة. غابت وذابت فوارق العصبية في هذا الكلام. لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا الكلام ينطلق من قانون إنساني عام. لاحظوا هذا الكلام العجيب في كتاب الله سبحانه وتعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم، يعني حفيظة أو غضب أو تأثر بسبب قوم، على أن لا تعدلوا اعدلوا. حطم البيان